السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نحضر مع بعض غدا سهل وبسيط وسريع. قبل اي حاجة نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا كده حلة سبتها تسخن، وبعدين نزلت بالفرخة بتاعتي. الفرخة ديت بلدي فمش هحط اي مادة دهنية لانها بتبقى فيها دهون. هشوحها كويس وانزل عليها بطماطمايه، بصلايه، جزرايه، ليمونه كده، وورق لورا، حبهان وملح، وهسيب كل الكلام دوت يستوي مع بعض. يلا كده نشوف صينيه البطاطس بتاعتنا. معايا بطاطس، معايا طماطم، معايا فلفل الوان، معايا البهارات بتاعتي، ملح وفلفل، كمون، كزبره، شويه من الزعتر وبابريكا. هحط كده صينية على النار فيها شوية سمنة، معلقة سمنة. هسيب السمنة تسخن كده في كويس علشان خاطر لما انزل بالبصلة كده تدبل معايا بسرعة. اول حاجة كده هنزل بالبصلة، خليها تتشوح كده، مش هخليها تاخد لون ولكن هخليها كده بس تدبل عشان تديني الطعم الحلو في صينية البطاطس. بعد ما دبلت كده البصلة هنزل عليها على طول بالبطاطس، وهفضل اشوح البصل مع البطاطس كويس اهو. هشوحهم كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بمعلقة كده من التوم علشان خاطر تديني طعم حلو، وبرضو بيبقى طعمها حلو في البطاطس اهو. وهشوح التوم مع البصل مع البطاطس كويس جدا، وهنزل عليهم كمان بالبهارات بتاعتي. كل البهارات هنزل بيها، وبعدين هفضل اقلب علشان خاطر برضو يتبالوا كده، والتوابل كده تاخد تحميصة وتديني الطعم الحلو وتطلع ريحتها الجميلة في البطاطس. دين هنزل بالجزر، وهفضل اشوح فيها مع البطاطس برضو. واخر حاجة هنزل بالخضار بتاعي كله، اللي هو الفلفل الالوان الاحمر والاخضر والاصفر، وبرضو هشوح فيه مع البطاطس والحاجات اللي انا حطيتها. والفلفلايه الخضراء ديت السخنه بتدي طعم حلو جدا لصينيه البطاطس بتاعتي اهو. هضيف برضو واحده ماجي، هكسرها كده واضيفها علشان خاطر برضو تتشوح مع الخضار. وهفضل اشوح في صينيه البطاطس ديت شويه حلوين كده، وبعدين هنزل اخر حاجه بالطماطم بتاعتي. انا هحط لصينيه البطاطس ديت علبه من الصلصه، تمام. مش هعصر طماطم ولا حاجه، انتي براحتك، حابه تعصري لها طماطم تمام، بتبقى جميله برضو. بس انا النهارده هعملها بالصلصه، يعني عشان انا بحبها بالصلصه اكتر، بتديني اللون الاحمر الجميل ده، ولما بدخلها الفرن بتديني لون حلو. تمام. هفضل كده اشوح شويه حلوين في الخضار، وبعدين هنزل عليهم كده بكوبايه من الصلصه اللي هي العلبه الصغيره دي اهو. وهشوح برضو الصلصة مع الخضار بتاعي تشويحة حلوة كده. وبعدين اخر حاجة هبتدي ان انا اضيف كوباية مية لصينية البطاطس ديت عشان خاطر تستوي، لان انا مش حاطة طماطم فريش. لو حاطة طماطم فريش ما كنتش هضيف شوية المية دول، بس عشان انا حاطة صلصة فهضيف لها كوباية مية كده عشان تستوي فيها. هتاخد غلوة على النار، وهدخلها بقى الفرن. هدخلها سخن الفرن قبليها كده، وهولع لها من فوق ومن تحت الشواية والفرن نفسه، وهدخلها الفرن. بصولي بقى على صينية البطاطس بعد ما تخرج من الفرن، شايفين الجمال والطعامة؟ بصوا كده، شايفين شكل البطاطس ودايبة، وريحتها كانت قلب البيت، وطعمها تحفة والله. جربوها بقى واكتبولي في الكومنتات الطريقة بتاعتي دي. مفيش اي حد اكل صينية البطاطس مني الا وعجبته. شايفين؟ تبقى طعمها تحفة
بتبقى مستوية كده وريحتها جميلة. هعمل جنبيها ايه؟ هعمل جنبيها رز حبة وحبة. حبة تعمليه بشعرية ماشي، بس حبة تعمليه حبة وحبة، رز ابيض، اي حاجة هتمشي. بس انا النهاردة حبيت ان انا اعمل رز حبة وحبة. حطيت شوية سمنة وشوية زيت وحمرت شوية من الرز. حمرت نص كمية الرز لغاية ما اخد اللون الذهبي معايا، ونزلت عليه بالنص التاني وفضلت اشوح فيه. حطيت فيه واحدة ماجي وشوية ملح، ونزلت بقى بالمية بتاعتي بتغلي، وسبته كده لغاية ما تشرب. وبعدين هديت عليه النار لغاية ما استوى. بصوا كده الرز، شايفين؟ بيبقى ريحته وطعمه جميل، بيبقى حلو جدا. خرجت بقى الفرخة بعد ما كانت استوت من الشوربة، خليتها تتصفى كده من الشوربة بتاعتها، وعصرت عليها برضو ليمونة، وحطيت عليها ملح وفلفل، وحمرتها كده في معلقة سمنة وشوية زيت. وبصوا كده ده شكل الأكل بتاعي. شايفين الفراخ لونها عامل ازاي، والبطاطس شايفين؟ بعد ما غرفته بقى. وبكده يكون فيديو النهاردة يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا في الله. مع السلامة.